تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. وقفت قدام المراية وقلت السؤال السحري: مرايتي يا مرايتي قولي وما تخبيش، مؤمن سليمان هيستمر في الزمالك ولا هيمشي؟ ده بمناسبة العفاريت والسحر يعني. الحقيقة ان المراية ما ردتش، وبصيت ورايا لقيت ولادي فاتحين بقهم ومبرقين وعلى وشهم تعبير بيقول بابا اتجنن. طيب انتوا تفتكروا ايه؟ مؤمن مكمل ولا؟ الحقيقة ان مؤمن مدرب جيد ومشروع مدير فني كبير، عنده جرأة انه يعمل تغييرات هجومية في اي وقت وفي اي مكان وما يفرقش معاه بيلعب في ارضه ولا بره ارضه. بس مغامراته مش دايما محسوبة صح 100%. مؤمن ممكن يلعب باكتر من خطة وتكتيك في نفس الماتش بدون اي مشاكل. طب يا عم ما الراجل حلو اهو، بتقول ممكن يمشي ليه؟ المشكلة عند مؤمن انه بطيء جدا في حل المشاكل الفنية اللي بتظهر في الفريق، بمعنى اننا ظهروا بشكل صارخ ان خط دفاعنا فيه مصيبة في الكور العرضية، وان في مشاكل في تمركز ووضعية اللعيبة في خط الدفاع ايا ما كانت الاسماء الموجودة، سواء علي جبر ودويدار، علي جبر واسلام، اسلام ودويدار، هي نفس المشكلة. المشكلة التانية عند مؤمن واللي بتخليني انا شخصيا شايف ان مؤمن هيلقى نفس مصير ميدو في الزمالك، هو ان مؤمن ما عندوش امكانية تطوير اداء لعيبة. يعني ايه؟ اقول لك انا، بس يرجع معايا بالزمن لورا شوية. ايام لما جورفان فييرا مسك فريق الزمالك اللي هو المدير الفني الحالي لفريق سموحة، فييرا استلم فريق مشي منه ميدو وشيكابالا وعمرو زكي ورزاق واليكسيس موندومو، فريق كان اقوى لاعب فيه ناشئ اسمه محمد ابراهيم. ومع ذلك شفنا محمود فتح الله وصلاح سليمان احسن مساكين في مصر وقتها. شفنا احمد سمير ابو العمايم باك يمين الزمالك وقتها بيهاجم ويدافع ويعمل عرضيات روعة ويدخل منطقة جزاء الخصم ويجيب اجوال، ويدخل منطقة جزاء الزمالك ويعمل تغطية عكسية ولا اروع. شفنا حازم امام احسن بديل في مصر وكان كل ماتش ينزل فيه يغير نتيجة. شفنا ابراهيم صلاح بيدافع من غير فاولات وبيعمل باصات في منتهى الخطورة. شفنا روي السيد بينقل الملعب ولا احسن وبيشوط صواريخ من كل مكان. شفنا احمد جعفر هداف. شفنا عبد الله سيسي مرعب. ده اللي اسمه تطوير اداء لعيبة، وان ازاي اقدر اوصل بفريق مهما كانت اسامي اللعيبة اللي فيه لاعلى مستوى ممكن. طيب بعد ما مشي الراجل استلم الفريق اكتر من مدرب مصري، وكان اخرهم ميدو اللي مشى كل الناس دي واشترى فريق جديد. طيب تعالى معايا وقرب شوية. جوزفالدو فيريرا، فاكر على ايامه كان علي جبر وكوفي عاملين ازاي؟ طيب اسلام جمال وديبيدار، طب عمر جابر، طيب حمادة طلبة اللي كان بيلعب على عكس اتجاه رجله، طارق حامد، ابراهيم صلاح، احمد توفيق وهو بيلعب ديفندر وباك يمين وجناح يمين ونجح في الثلاثة. دول اسامي اللعيبة اللي موجودة في الزمالك دلوقتي، واللي في ناس للأسف بتقول انهم لازم يمشوا لان مستواهم لا يليق بفريق الزمالك. احب اقول لهم ان نفس الاسامي دي لو جه مدرب تاني عنده القدرة على تصحيح الاخطاء بسرعة وتصحيح تمركز اللعيبة وتطوير اداء فريقه هيرجعوا احسن من الاول. اخر كلام في الموضوع ده قبل ما بطل اتكلم فيه تاني خالص. هي ضربات الركنية في الزمالك الجهاز مدرب اللعيبة على جملة معينة؟ طيب في الفاولات اللي على حدود منطقة الجزاء واللي في عدم وجود شيكابالا بتفقد اي خطورة، في اي جمل؟ في حاجة الفريق متفق يعملها في الكور الثابتة باي شكل؟ كمية الضربات الثابتة اللي اتحسبت للزمالك في ماتش سان داونز واللي ما تمش الاستفادة منها خالص، ايه التعليق عليها؟ انا مش هقول مؤمن يستمر ولا يمشي، انا هسيب الكلام ده ليكوا انتوا في التعليقات. مين عايز مؤمن يكمل، ومين شايف ان الزمالك محتاج بروفيسور اجنبي ومدرب قوي وعنده القدرة اللي قلنا عليها في تطوير اللعيبة،
وأخيرا إليكم التعليق. الزمالك يتعادل سلبيا أمام سموحة، لا جديد، وحال الزمالك يختصر كله في اللي قلناها في الفقرة اللي فاتت. مفيش جملة واحدة اتعادت مرتين، ولا ضربة ثابتة فيها حاجة الناس متفقة عليها. مكسب الزمالك الوحيد في الماتش ده محمود حمدي، دونجا، حسني فتحي. أخيرا مستني تعليقاتكم ورأيكم، مؤمن يكمل ولا؟ نهاية الحلقة أتمنى تكون عجبتكم وما عملتش لحد إحباط. يلا بقى شير ولايك واشترك في القناة، ونتقابل الحلقة الجاية. نقوم نشجع أبطال نادينا، نقوم نشجع الزمالك. شوف كم بطولة خدها بكفاحه، وكم بطولة من حقه راحوا. عظيم تاريخك يا زمالك.